السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. النهاردة هنتعلم مع بعض ترند جديد وهو ماسكة بوكيه التخرج اللي على شكل كاب التخرج. أول حاجة هنعملها هي إننا نجيب كاب التخرج، وده ممكن يبقى جاهز زي ده أو ممكن تعملوه بنفسكم، ولو عايزين تعرفوا إزاي اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هعمل لكم فيديو بالطريقة بتاعتي. بعد كده هنقيس قطر الدايرة اللي جوه الكاب، ودي هتبقى غالبا كده 16 سم. هنجيب قطعة فيل ونقطعها دايرة كده قطرها 16 سم على قد المقاس الكاب اللي خدناه، وبعد كده هنغلفها بورق اسود. هنعمل الورقة على شكل دايرة كده وبس يكون قطرها أكبر من قطر قطعة الفيل، ونفضل نلزقها بالشمع لحد ما تتغطى معانا بالكامل. بعد كده بمسدس الشمع برضو هنلزق قطعة الفيل اللي جوه الكاب كويس جدا، حط شمع كتير في الحتة دي. بعد كده هتجيب أي بكرة فاضية من عندك بتاعت ستريتش أو ورق فويل ونقصها حوالي بارتفاع 20 سم. بعدين هنجيب ستان لونه اسود وهنقصه حتت صغيره نقفل بيه الجزء اللي تحت من البكره اللي هو المفرغ ده. بعد كده هنجيب طرف الستان نلزقه على اول حته خالص في البكره بالشمع، ونفضل نلفه 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 لحد ما نوصل لتحت خالص. هنجيب بقى مسدس الشمع او الجلو جان ونبتدي نلزق البكره اللي احنا عملناها بالستان دي في قطعه الفل كويس جدا، بحيث ان هي ما تتحركش ولا تقع مننا خالص بعد كده. وبكده نكون خلصنا الاساس بتاع الكاب. نبدا بقى الشغل. اول حاجه هنثبت الكاب عشان نعرف نشتغل عليه. بعدين هنجيب 3 شرايط ستان، هنلزق 2 متوازيين وواحد بيقطعهم في النص. وعبال ما الشمع ينشف هنقطع الاويزس نصين، هناخد نص نغرقه في الميه ونسيبه 5 دقايق. وبعد ما الاويزس تشرب الميه هنطلعها ونغلفها بسلوفان من تحت عشان ما تبلش الكاب. هحط شمع كويس جدا على الكاب والزق فوقيه الاويزس. بعدين هبدا بالستان ان انا اربط الاويزس كويس جدا، بس قبل ما اربطها كويس جدا لازم اجيب عودين من الصاج بتاعت الورد اللي هي المقصوصه قبل كده، وابتدي احطهم على اطراف الاويزس كده عشان وانا بربط الستان ما يبص مني الاويزس وتدخل لجوه كده وتفرفت وتبوظ وابقى ما استفدتش اي حاجه. انا كده ثبت الاويزس بالشمع وبالرباط، فان شاء الله كده مستحيل تقع. هننتقل بقى للجزء الاكثر متعه والاكثر جمالا واكتر حته انا بحبها خالص، وهي تنسيق الورد. بالنسبه بقى لتنسيق الورد ده طبعا ملوش اي شكل محدد ولا ليه، يعني كله انت وذوقك، كله بيمشي على ذوقك. اهم حاجه بس تبقى الالوان متناسقه مع بعض من نفس الدرجات او من درجات متقابله. هبقى اعمل لكم بعد كده فيديوهات يعني تقول لكم ازاي نختار الالوان، لكن هو مفيش رسمه معينه تقدر اقول لك هي دي اللي تعملها بالظبط، كل واحد وكمان بتبقى على حسب ذوق العميل. انت ممكن تلاقي اساسا هتلاقي افكار اصلا تجيلك من العملاء ذات نفسهم، ممكن تلاقي العملاء بيبقى عندهم افكار ساعات احلى مننا. انا هنا حبيت استخدم الوان ناريه شويه اللي هو الاحمر والاصفر مع بعض. في اللون الاحمر استخدمت زهور الاستروماريا مع الجوري، وفي اللون الاصفر حطيت السان فلاور بس. وبكده بقى نكون خلصنا الماسكه بتاعتنا، ودي برضو واحده تانية انا عملتها بس بدرجات اللون الروز. مستنيكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات انهي عجبتكم اكتر، الشكل بتاع لارا ولا بتاع تارا. ولو حابين ان نكمل في المحتوى التعليمي ده يا ريت تسيبوا لي كومنت وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد هنزله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.